السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة تانية ثانوي عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم، معاكم دكتور محمود عمرو، وبدايتنا مع شابتر 2. شابتر قوي بيتكلم عن الريبريزنتيف اليمنتس، بس بداية الكيميكال ايكويشن. اتمنى ان انت تكون بقيت واثق في نفسك، بقيت افضل في موضوع الرياكشنز ده من حصة الشرح الاساسية. غرضنا هنا جايين النهارده نعمل ايه؟ ان انا حلقة وصل. الفيديو ده حلقة وصل ما بين الشرح الاساسي اللي احنا خدناه وبين الحل اللي باذن الله تعالى هنخش عليه في المعاصر وتقييم ويك 6. تمام. هنا انا مجمع لك كل النوتس المهمه من الاسئله. عايزك ان انت تركز، عايزك ان انت تفهمها كويس قوي 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 قوي، فلو سمحت ركز معايا بكل ما تحمله الكلمه من معنى. احنا خدنا ان حاجه عندنا اسمها الكرنلايت. ايه كان الكرنلايت؟ الكرنلايت ده كان السولت اللي فيه الكي سي ال، فيه بوتاسيوم يعني. تمام. كان الفورمولا بتاعته غريبه شويه، احنا لما صدقنا حفظناها. كسل مجسل 6 ميه. مع اننا لما صدقنا حفظناها، ولكن في شكل تاني ممكن ان هو يلعب لنا عليه في الاختيارات، وممكن ان هو يجيبه لنا، وهو الشكل ده. ايه ده يا دكتور محمود؟ ده غريب جدا 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 الشكل ده. ده مختلف خالص عن اللي فوق. هو كل اللي هو عمله ان هو بس لخبط لك الدنيا شويه. هو احنا عندنا هنا وحده كلوراين واثنين كلوراين، ادي الثلاثه كلوراين. عندنا هنا وحده بوتاسيوم، ادي وحده بوتاسيوم. وحده مغنيسيوم، وحده مغنيسيوم. ال6 دي تايمز ال2 ب 12، خلاص ادي 12 هيدروجين. ال6 تايمز ال1 ب 6، ادي ال6 بتوع الاكسجين. يبقى الفورمولا اللي تحت هي اللي فوق، فلو لقيت اللي تحت في الاختيارات هي الكرنلايت برضه. هي الكرنلايت برضه. هو بس كل اللي عمله ان هو شقلب لك فيها ولخبط لك فيها. تمام. كلام محترم قوي. كمان ما تنساش وما تتلخبطش ان ام جي سي ال 2 مش ام جي سي ال، لانه هيلعب لك عليها في الاختيارات. فلو سمحت هي ام جي سي ال 2. كلام محترم قوي. في تريكه برضو حلوه، وهو يقول لك هو مين هو الروك او الصخره اللي فيها 2 اليمنتس من الاس بلوك؟ الكارنلايت. الكارنلايت بيتمتع انه فيه 2 اليمنت من الاس بلوك. ايه ده يا دكتور محمود؟ هو في بوتاسيوم بس، ايه الاليمنت التاني اللي في الاس بلوك؟ المغنيسيوم. المغنيسيوم هو في الجروب 2A من الاس بلوك، والبوتاسيوم هو في الجروب 1A من الاس بلوك. حاجه تانية حابب افكرها لك، وحاجه احنا تعبنا وعرقنا وشقينا فيها في اول شابتر. اول شابتر في الترم الاول، واللي هو الكيميكال كالكوليشن. لو تفتكر لما اقول لك انا مديك نمبر اوف مول وعاوز ماس، دي كان واحده من ضمن افكار كتير خدناها. انا دلوقتي عايز اديك بس الفكره دي. انا مديك دلوقتي يا بطل عدد مولز، وعايز دلوقتي ماس بالجرام، او مديك ايكويشن زي دي. ده اكزامبل. انا مديك في هذه الايكويشن نمبر اوف مول في الايه وفي الهيدروجين، وعاوز الماس بتاعت مين؟ ال NH3. اولا عشان تعرف تحلها لازم تتاكد انها ايه؟ بالانس. طب ما دي بالانس يا دكتور محمود. ثانيا لازم تعرف لما اكون مديك معلومه وعاوز معلومه انها تتحل بحاجه من الاثنين. الحاجه الاولانيه اسمها ريشيو، الحاجه الثانيه اسمها كروس مالتيبليكيشن. تمام. لما انا اكون مديك نمبر اوف مول وعاوز ماس، بعمل ايه؟ بعمل الاتي. ناحيه النمبر اوف مول اللي هو مديهولي او ايا يكن بعمل الريشيو، وناحيه الماس بعمل كروس. طيب، هي الفكره كانت بتتعمل ازاي؟ اول حاجه حدد طرفين العلاقه. طرفين العلاقه بتوعي هو ال H2 وال NH3. طبعا نزل البالانس بتاعهم. حددت طرفين العلاقه. الخطوه الثانيه كنا بنعمل 4 مربعات بالشكل ده، وبنعمل سهمين. بعدين نقول ان السطر الثاني ده، المربعين اللي تحت دول منين؟ من المساله. هو بيكون مديهولي يعني الهيدروجين هو مديني اصلا عدد المول بتاعه ب3. ال NH3 هو مش مديهولي، ولكن قال لي حط اكس مكانه بالجرام، هو طالب ماس. السطر الاول بنجيبه ازاي؟ على حسب. انا بقول ان ناحيه المول بعمل ريشيو. يعني بعمل ريشيو يعني بنزل بالبالانس. بنزل البالانس. البالانس بتاعي اهو 3. طيب معلش، ناحيه بقى الماس اللي انا عايزها، انا قايل لك اعمل كروس صح؟ طيب في الكروس بنزل بالبالانس برضو؟ لا، بنزل باللو بتاع الماس. اللو بتاع الماس من الشابتر اللي فات نمبر اوف مول في المولر ماس. حلو. النمبر اوف مول هنا اجيبه ازاي؟ من البالانس 2 مالتبلاي المولر ماس. اجيبها ازاي بتاعت ال NH3 دي؟ محتاج اجمعها زي البازل. المولر ماس الواحده بتاعت النيتروجين ب 14، اهي وحده نيتروجين ب 14 بلس. عندي 3 من الهيدروجين. الهيدروجين الواحده ب 1، اهي يبقى 1 ملتبلاي 3. يبقى انا كده خلصت المساله بتاعتي. هعمل الكروس اخر خطوه. تمام. اللي انا عايزه هو الماس، يبقى دي الانون. الاثنين اللي في وش بعض ملتبلاي بعض، يعني 3 ملتبلاي اللي في وش ده كله اللي هو ايه؟ عايزين سبيس شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نكتب تحت بقى كده نمسح تاني. 3 ملتبلاي ال2، اوكي، ملتبلاي ال14
بلس ال3 صح كده، الاتنين اللي في وش بعض ملتبلاي بعض، واللي في وش الاكس اللي في وش الانون بحطه تحت في الديفايد اهو. طبعا هنقول ال 3 دي هتروح مع ال 3 دي صح. طيب و14 بلس 3 قد ايه؟ 17. و17 تايمز 2 تطلع زي ما تطلع بالجرام، الماس اللي هو عايزها. كده انت عرفت يا صديقي العزيز لما يديك مول وعايز ماس بتعمل ايه. بعمل 4 مستطيلات وسهمين. السطر الثاني من المساله عندي عدد مولات بحطه، عايز ماس بعمل اكس. السطر الاول على حسب ناحيه النمبر اوف مول بعمل ريشيو، بنزل بالبالانس يعني اللي مكتوب هنا وخلاص. لكن ناحيه الماس هي اللي تريكي شويه، ان انا بكتب اللو بتاع الماس نمبر اوف مول في المولر ماس. نمبر اوف مول اللي هو البالانس في المولر ماس بيكون مديها لي في المساله على جنب بالشكل ده. كده احنا خلصنا التركه بتاعت الايه الفكره دي من الترم الاول، لان هتقابلنا عليها اسئله ومعلومه احب ان انت تكون متعلمها كويس. يلا بينا يا بطل نكمل تريكس والتيبس اند تريكس بالمعلومه الاتيه. هو دكتور محمود فاكر الميتال اوكسايد؟ اه فاكر الميتال اوكسايد. الميتال اوكسايد ده زي مثلا مين؟ ال Na2O2، او زي مثلا ال Li2O. كل دول ميتال اوكسايد. بيقول لك اي ميتال اوكسايد يعني اي اكسجين ماسك في ميتال ده بيكون بيزك، بيكون بيزك. بينما اي نون ميتال اوكسايد ده بيكون اسيدك. زي ايه نون ميتال اوكسايد؟ ال CO2 مثلا ده ايه؟ ده نون ميتال اوكسايد فبيكون اسيدك. زي مثلا ال NO2 ده نون ميتال اوكسايد بيكون اسيدك اهو. ده نون ميتال وده نون ميتال. خلاص، ففي فرق ما بين البيزك اوكسايد وما بين الاسيدك اوكسايد. خلاص. المعلومه اللي بعدها هنا انا هسالك سؤال. ال Na2O2 ده ايه؟ ده يا دكتور محمود البيروكسايد صح اللي احنا عارفينه. حلو. الميتال اوكسايد عامه بتاع الالكالي ميتال، الالكالي ميتال اوكسايد اوكسايد بقى بتاع صوديوم بتاع بوتاسيوم بتاع ليثيوم بتاع اي حاجه ماله، هل هو الريدكشن بتاعه سهل ولا لا؟ طب الاول يا دكتور محمود نفهم يعني ايه ريدكشن. يعني كلمه ريدكشن يعني اشيل منه الاكسجين. هل ان انا اشيل منه الاكسجين واحوله لصوديوم ساده مثلا كده، العمليه دي فرضا ان احنا عملناها، فرضا ان احنا عرفنا نعملها، ان انا دخلت قمت شايل الاكسجين من الميتال اوكسايد بتاعي، الكالي ميتال بالذات صوديوم ليثيوم بوتاسيوم، العمليه دي سهله ولا صعبه؟ العمليه دي صعبه. العمليه دي هارد، مش سهل انها تتعمل. وتفسيرها بسيط خالص. بص حبيب قلبي، هو الصوديوم مع الاكسجين، الصوديوم مع مين؟ مع الاكسجين. مش ده ايونيك كومباوند؟ اه. طيب وفرق الالكترونيجاتيفيتي كبير ولا مش كبير؟ كبير. خلاص، هل سهل عليا ان انا اكسر البوند دي؟ لا. يبقى كل الفكره هنا انا ليه صعب ان انا هنا اعمل ريدكشن؟ ليه صعب اشيل الاكسجين؟ لان هم ماسكين في بعض جامد قوي، لان هم ماسكين في بعض جامد قوي بسبب فرق الالكترونيجاتيفيتي. بيقول لك السؤال اللي بعده او البوينت اللي بعدها بتقول لك الالكالي ميتال has a high second ionization potential. اه احنا قلنا ان كل الالكالي ميتال الايونيزيشن بوتنشال بتاعهم قليل، بس كنت محتاج اوضح لك ان اول ايونيزيشن بوتنشال هو اللي قليل. يعني انا كصوديوم لما اجي الوز الالكترون بتاعي عشان اتحول لصوديوم بوزيتيف 1، ده بسميه اول ايونيزيشن بوتنشال. وده الحقيقه بيكون قليل مش عالي، بيكون قليل قوي قوي قوي، من اقل الناس هم، عشان الريديوس كبير زي ما قلنا. تمام. حتى لما نيجي نعمل الكترونيك كونفيجريشن بتاع الصوديوم هو نيون 10 3s1، لما بيلوز الالكترون بيبقى نيون 10 فبيبقى فيري ستيبل، فالعمليه سهله. طب تعالى بقى ان احنا نلوز كمان الكترون من الصوديوم بوزيتيف 1، ان انا الوز تاني الكترون ده بسميه السكند ايونيزيشن بوتنشال. في الالكالي ميتال بيكون فيري 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 هاي. ليه؟ لان انا ساعتها بكسر النيون 10، وانت عارف ان انت اكسر قلبي ولا تكسر النوبل جاز، دي القاعده العامه بتاعتنا، فبيكون الموضوع صعب قوي. البوينت اللي بعدها بقى دي تجميعه خطيره خطيره خطيره. دي يعني ما تقولش غير لحبايبك عليه. يعني انت الشخص ده انت بتحبه قول له عليها، ما بتحبوش خلاص سيبه هينقص، بس يعني ليه؟ خد ثوابه. وهي وانا نازل في الجروب يا ولاد في حاجات كتيره قوي بتزيد خدناها في الحصه، بطريقه مباشره وغير مباشره وبطريقه استنتاجيه، كلهم متجمعين دلوقتي. شايف كل الحاجات دي بتزيد واحنا نازلين، انت متخيل؟ وكل الحاجات دي بتقل واحنا نازلين، مش كتيره قوي. اللي بيزيدوا اكتر. طب ما حلو، ربنا يا رب ايه دايما يجعلنا في زياده. ايه الحاجات اللي بتزيد وانا نازل؟ اول حاجه الاتوميك نمبر. اه صدق، ده الليثيوم كان كام؟ كان اتوميك نمبر 3، بعده صوديوم 11، بعده بوتاسيوم ايه 19، فبتزيد الاتوميك نمبر بيزيد. حلو. لما الاتوميك نمبر زاد معانا على فكره الماس كمان اوتوماتيك زادت معانا اوتوماتيك. ما هي الماس دي بتاعت الاتوم اللي اسمها مولر ماس، دي بتتحسب ازاي؟ من الحاجات المساهمه فيها هي نمبر اوف بروتونز. طب هو الاتوميك نمبر وهو بيزيد ده
ده مش بيزود عدد البروتونز، بيزودها، فالمولر ماس بتزيد. تلاقي مثلا الصوديوم الماس بتاعته اتقل من الليثيوم، الليثيوم اتقل من الهيدروجين، طول ما انا نازل بيتقلوا خلاص. طب في حاجه تانية بتزيد، الراديوس حجمهم بيزيد، واحنا نازلين وقلناها مليون مره في الحصه. الدنستي بتزيد، دي بقى معلومه بصراحه ما اتقالتش بشكل مباشر. احنا عارفين ان كلهم يا اولاد الدنستي بتاعتهم قليله، كلهم الدنستي بتاعتهم قليله، بس بينهم وبين بعضهم واحنا نازلين بلاقيهم ان هو بيتقلوا والدنستي بتزيد. لو جبت حته سيزيوم في الميه تغرق، صوديوم في الميه ممكن يفلوت، يطفو، اللي تحت تقال. طب يا دكتور محمود دي مش موجوده في الكتاب. بص بصراحه كانت موجوده في كتاب المعاصر في جدول او في تيبل في اول صفحه، قال لك فول illustration للاطلاع، كان كاتب لك الدنست انها واحنا نازلين اللي بيحصل فيها بتزيد، فانا قلت اقولها لك بالمره عشان لو جاب عليها سؤال، وهو فعلا جاب سؤال عليها. طيب البوينت اللي بعدها وهي الكيميكال اكتيفيتي، النشاط. احنا عارفين واحنا نازلين النشاط بيزيد، صح؟ ليه؟ علشان كان الايونيزيشن بوتنشال بتاعنا بيقل. طيب خلي بالك نشاطنا ده بيزيد، كان برضو في حاجه تانية مهمه اسمها السترينث اوف اكسبلوجن، قوه الانفجار. هو انا لو جبت حته صوديوم في الميه هفرقع، طب لو واحد تحته بوتاسيوم يفرقع قوي قوي قوي، طب سيزيوم بقى خالص تحت يفرقع جدا. فكل ما بنزل الفرقعه في الميه بتزيد والنشاط بيزيد. ايزلي لوس اوف الكترون، كل ما بنزل كل ما بفقد الالكترونات بسهوله عشان السايز بتاعي ماله كبير. حلو. طب مش انا بفقد كده الالكترونات بسهوله؟ كل ما الفوتو الكتريك فينومينون تبقى اوضح عندي. فمثلا مين عنده فوتو الكتريك فينومينون افضل، سيزيوم مثلا ولا الصوديوم؟ لا ده الفوتو الكتريك موجوده في السيزيوم، موجودين في اللي تحت عشان بيفقدوا الكترونات بسهوله. فضوء الشمس وهو نازل يخليهم يفقدوا الالكترونات بسهوله، عشان ايه؟ عندهم سهوله في الفقد وعندهم سايز كبير. تمام. اخر صفه واحنا نازلين بتزيد، وهي صفه كانت مهمه قوي قوي قوي، هي الالكالينيتي. ايه ده يا عم، انت شوهت الدنيا خالص. الكالينيتي، الله برضو فين الهايلايت؟ الكالينيتي قلنا مليون مره. يعني ايه؟ يعني لما هم بيكونوا ماسكين في هيدروكسيد، مثلا صوديوم هيدروكسيد، بوتاسيوم هيدروكسيد زي ما قلنا في الحصه، فاللي تحت بيكونوا بيفقدوا الاو اتش بسهوله اكتر، فبالتالي كونهم الكالي سترونج اكتر. يعني السيزيوم هيدروكسيد الكالي سترونجر ولا الليثيوم هيدروكسيد؟ لا السيزيوم هيدروكسيد اقوى. ليه؟ بيفقد الاو اتش بسهوله، الحجم بتاع السيزيوم كبير فبيفقد الاو اتش بسهوله، الليثيوم حجمه صغير فما بيفقدش الايه؟ الاو اتش. تمام يا دكتور. ايه بقى وانا نازل في الجروب بي ال؟ احنا قلنا اللي بيتناسبوا ريفيرس ويز الراديوس. مين هم؟ الالكترون افينيتي ريفيرس ويز الراديوس، الكترون افينيتي اللي تحت الاي ان دي الكترون نيجاتيفيتي بتقل، وانا نازل الايونيزيشن بوتنشال بيقل، وانا نازل الميلتنج بوينت بتقل. ودي جديده، دي حلوه دي. ليه؟ من الحصه اللي فاتت قلنا عندنا حاجه اسمها الدينستي اوف التشارج، مش الدينستي لا اللي هي الكثافه العاديه، لا دينستي التشارج يعني كثافه الشحن. ودي دينستي اوف التشارج كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول هات لي نمبر اوف الفالنس الكترون او التشارج بتاعتك اوفر الراديوس. طب هو كل الاليمنتس اللي في الجروب 1 ايه عدد الفالنس او التشارج بتاعتهم ثابته ب 1، اللي بيتغير فيهم الراديوس. طول ما انا نازل الراديوس بيزيد، طالما الراديوس بيزيد يبقى الدينستي اوف التشارج مالها بتقل، ولما الدينستي اوف التشارج تقل يبقى الميتاليك بوند تضعف. يبقى كل ما احنا نازلين يا دكتور محمود في الجروب ميتاليك بوند عماله بتضعف، فبالتالي الميلتنج بوينت عماله بتقل. والمعلومه دي على فكره مش جديده عليك، المفروض احنا خدناها الحصه اللي فاتت على طول في نهايه الشابتر اللي فات. Elements of the same group has the same chemical properties. المعلومه دي من الترم اللي فات، بيقول لك مثلا جروب 1 ايه كلهم شبه بعض المفروض في الخواص. يعني ايه؟ بيتفاعلوا زي بعض. حتى احنا خدنا ان كلهم بيرياكت وذ الووتر، كلهم بيرياكت وذ النون ميتال، كان بس بيبقى فيه اكسبشنات بسيطه. عشان كده احنا بنقول جروب الواحد متشابهين في الخواص، ولكن ما تجيبليش اتنين في جروب مختلف وتقول لي ان هم شبه بعض. لا، ايه علاقه ال1 ايه بال2 ايه؟ مش شبه بعض. لكن اللي في الجروب الواحد بالطول هم اللي شبه بعض. طيب هل ينفع اجي اقول لك مثلا ان الجروب الواحد بتاعنا ده عندهم هم شبه بعض في الحاجات دي، الحاجات اللي هم متدرجين فيها زي الايونيزيشن بوتنشال، زي الالكترون افينيتي والالكترون نيجاتيفيتي؟ غلط. ما اقدرش اجي اقول لك ان هم شبه بعض في الخواص دي. ليه؟ ما انت شايفين ان هم متدرجين، طول ما انا نازل راديوس بيزيد، ايونيزيشن بوتنشال بيقل، فهم مش شبه بعض قوي في الحته دي. انت فاهم؟ في فروقات بسيطه ما بينهم، فما اقدرش اقول لك ان هم سيميلر. هم سيميلر مثلا في الكيميكال، في التفاعلات، في الرياكشن ويز ووتر، في الكلام ده. تمام. تمام يا دكتور محمود. قلنا لو هم في ديفرنت جروب يبقى عندهم ديفرنت فالنس الكترون، والفالنس الكترون دي اللي بتحدد الايه؟ الكيميكال بروبرتيز، الخاصيه بتاعتي.
فبالتالي عندهم different properties. المعلومه اللي جايه دي معلومه الحقيقه من الترم اللي فات، ولكن بيجي عليها اسئله لان المنهج بتاعنا تربيطي. تمام. معلومه كانت بتقول ايه؟ بيقول لك انت عندك الالكترونيك كونفيجريشن ده 1s2 2s1، على فكره ده بتاع الليثيوم. اوكي. بيقول لك تفتكر فين الالكترونز اللي الانرجي بتاعتها اعلى؟ الحقيقه الالكترون ده الانرجي بتاعته اللي هو بتاع 2s1 الانرجي بتاعته اعلى من ال1s2 دي. طب ليه يا دكتور محمود؟ لان اوف باو برنسبل كان بيرتب الانرجي ليفل من الاقل للاعلى. فيبقى ال1s2 وال2s1 مين اعلى في الطاقه؟ 2s1 الانرجي بتاعت السب ليفل ده اعلى من ال1s2، ولو في واحد بعدها هيبقى طاقته اعلى. خلاص، يبقى اخر الكترونز طاقتها اعلى. اخر الكترونز طاقتها اعلى. شكرا. طب سؤال تاني، هات لي الفور كوانتم نمبر لاخر الكترون عندك ده. طب اجيبها ازاي دي؟ هو 2s1. الفور كوانتم نمبر كان عندنا البرنسبل كوانتم نمبر، صح؟ البرنسبل كوانتم نمبر، وكان عندنا السب سيدري كوانتم نمبر، وكان عندنا كمان بسم الله الرحمن الرحيم الماجنتيك كوانتم نمبر، وكان عندنا السبين كوانتم نمبر. تعالى واحده واحده. البرنسبل كوانتم نمبر ده اللي هو الكوانتم نمبر بتاع المين انرجي ليفل، وده بنجيبه من هنا، الرقم اللي بيكتب جنب السب ليفل هنا 2. طب السبسيدري كوانتم نمبر، الرقم السب ليفل ده انا ببقى حافظه للسب ليفل، يعني الاس رقم 0، البي رقم 1، الدي وهكذا. هنا الاس يبقى رقمها 0. كلام محترم. الماجنتيك كوانتم نمبر، والله انا محتاج ارسم الاوربيتال. اوربيتال الاس بيبقى مكتوب عليه من فوق رقم 0. خلاص، هو ده الماجنتيك. فيبقى الالكترون ده مرسوم هنا اهو، صح؟ يبقى الماجنتيك كوانتم نمبر بتاعته بزيرو. فاضل لي السبين كوانتم نمبر. السبين كوانتم نمبر، السبين كوانتم نمبر يعني الالكترون باصص فوق ولا تحت؟ لو باصص فوق اديله بوزيتيف هاف، ولو باصص تحت اديله ايه؟ نيجاتيف هاف. تيك كير هو از جاز ان ذا برودكت. بص انا اديتك رياكشنات كتير، قلت لك ما تحفظش الستيت، صح؟ قال لو انت ايه معاك ورقه مفاهيم ممكن ترجع لها لو في سؤال معتمد عليه، لكن الستيت عامه ما بيجيش عليها اسئله. لكن البوينت اللي ممكن تيجي بجد في الستيتس اللي هو لو في حاجه عندك طالعه في البرودكت وهي في صوره جاز، خليك عارف انها في صوره جاز لو سمحت. وعلى فكره حاجات سهله التنبؤ، يعني اتش 2 اكيد جاز، ان اتش 3 اكيد جاز، او 2 اكيد جاز. فدي حاجات سهله جدا ومش محتاجه حفظ منك كتير. ان او 2 الحاجات دي احنا خدناها قبل كده انها جاز اصلا. خلاص. رياكشن زي ده مثلا ما تحفظليش الستيت غير بتاعت مين مثلا؟ تعال نكمله. هيبقى عامل ازاي كده اهو. تفتكر مين الجاز هنا في البرودكت؟ اكيد الاتش 2، لان كل السبع الكلاب قلنا ليهم ان هم ايه؟ جاز. كذلك رياكشن الليثيوم نايترايد في الميه كان بيطلع ان اتش 3 جاز، خلي بالك. طيب ان تمبريتشر اوف البيروكسايد، يعني ان هيتنج اوف البيروكسايد. في عمليات تسخين البيروكسايد، اوكي، او عشان اكون البيروكسايد زي المنظر ده كده، لما كنت اجيب ال Na بلس الاو 2 عشان ادي Na2O2، قلت لك وقتها ان محتاج درجه حراره 300 ديجري سيليزيوس. انا مش عايزك تفهم ان 300 ديجري سيليزيوس دي بتاعت اي الكالي ميتال، يعني البوتاسيوم نفس الدرجه والسيزيوم نفس الدرجه، لا، مختلفين فيها. الصوديوم بس هو اللي درجته 300. طب البوتاسيوم ليه درجه ثانيه مش عليك. خلاص. لما اقول لك مين الالكالي ميتال اللي لما يتسخن يديني البيروكسايد عند 300، قلت لي 300 اكيد صوديوم. دي سبيسيفيك للصوديوم، دي سبيسيفيك للصوديوم. طيب شكرا. المعلومه اللي بعدها الثلاثه فورمولاز دول ثلاثه فورمولا للاوكسايد. تعرف كل واحده نوعها ايه؟ يعني الام او 2 دي نوعها ايه؟ زي الكي او 2، زي الان اي او 2 ده السوبر. طيب ام 2 او 2 زي الان اي 2 او 2 ده البيروكسايد. طب لا دي بقى مكرره، تبقى ام 2 او بقى. الام 2 او ده النورمال اوكسايد. خلاص. هسألك سؤال، الاكسيديشن نمبر بتاعت الاكسجين في كل واحده عامله ازاي يا دكتور؟ احط في السوبر بتكون نيجاتيف هاف، في البيرو بتكون نيجاتيف 1، في النورمال بتكون نيجاتيف 2. طب التانية بقى اللي بيجيب عليها اسئله وبيصطادك وبيوقعك، يجي يقول لك طب الميتال، الميتال اللي هنا الاكسيديشن نمبر بتاعته بكام؟ فاكرك بقى انت مش عارف، فاكرك على الله حكايتك ما بتحفظ وخلاص. هتقوم قايل له بتاعت الاكسجين، لا، هو عايز بتاعت الاكتيف ميتال. وانت عارف ان الاكتيف ميتال جروب 1 ايه كلهم بوزيتيف 1، لن تنساها ابدا. الله يبارك لك. خلينا نمسح كده بوزيتيف. اوكي اهو بوزيتيف 1 بوزيتيف 1 بوزيتيف 1. ثانك يو. يلا ايدنتيفاي البيروكسايد ان ذا فولوينج. يلا فين دول بيروكسايد؟
انت عارف بس ال K2O2 وال Na2O2، هل تعرف ان انت تطلع بيروكسيد تاني غير كده؟ عشان تعرف البيروكسيد محتاج تحسب الاكسيديشن نمبر بتاعت الاكسجين. بمعنى انا عندي هنا H2O2، انا عايز اعرف ده بيروكسيد ولا سوبر اوكسيد ولا ايه، مع ان في ناس ممكن تبقى عارفاه على طول ان هو بيروكسيد. تعالى نحسب. احنا الهيدروجين حافظين ان هو بوزيتيف 1 طالما مش في اكتيف ميتال، وعدده 2 اهو. الاكسجين انا عامل نفسي مش عارفه اهو، عدده. نحسب ازاي الاكسيديشن نمبر؟ دول ملتبلاي بعض تبقى بوزيتيف 2، ودول ملتبلاي بعض تبقى 2x ايكوال 0، فتبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 1. طب تعالى هنا، انا عايز اعرف هو نورمال ولا بيرو من الاكسيديشن نمبر. لو بنيجاتيف 2 يبقى نورمال، لو بنيجاتيف هاف يبقى سوبر، لو بنيجاتيف 1 يبقى بيرو. يلا بينا. الالومنيوم احنا حافظينه ان هو بوزيتيف 3، عدده كام؟ 2 ولا 1؟ لا ده 2 يا دكتور محمود. حلو. الاكسجين حافظينه، لا ده احنا عايزين نعرف هو نوعه ايه اصلا، هو طالب نوعه، يبقى انا اكيد مش عارف، طالما طالب نوع اكيد مش عارف. عدده 3. يلا بينا. بوزيتيف 3 ملتبلاي 2 ببوزيتيف 6 بلس 3 اكس ايكوال 0. الاكس هتيكوال كام يا صديقي؟ هنودي هناك ال 6 بعكس الساين تبقى نيجاتيف 6 اوفر 3، فتبقى نيجاتيف 2. ايه ده؟ ده نورمال اوكسايد، ده نورمال اوكسايد. طب تعالى بقى عشان ده تقيل شويه، ده بيلخبطنا. في ناس على فكره اللي تحت ده تقول عليه ايه؟ سوبر اوكسايد. تعالى نعرف هل هو فعلا سوبر ولا مش سوبر. احنا الكالسيوم حافظينه بوزيتيف 2، عدده 1. الاكسجين مش عارفينه، عدده 2. هتبقى بوزيتيف 2 بلس 2 اكس ايكوال 0، الاكس ايكوال نيجاتيف 1. اوبا، ده بيروكسايد وليس سوبر اوكسايد، ده بيروكسايد. خلاص، كلام محترم. بيقول لك لو انت جبت لك ايكويشن زي دي، قلت لك مين هو الام، هل هو صوديوم ولا بوتاسيوم ولا ايه بالظبط، والبرودكت بتاعك هيكون ايه، هل هو بيروكسايد ولا نورمال اوكسايد، ده اكتيف ميتال مع اكسجين، اطلع ايه؟ بص، قال لك وانس ان انت لقيت بريشر، وانس ان انت لقيت بريشر فوق السهم، اعرف على طول ان دي عمليه تكوين لسوبر اوكسايد. احنا عارفين السوبر اوكسايد هو الوحيد اللي كان محتاج بريشر فوق الايه؟ السهم. بيقول لك السؤال اللي بعده سؤال من الترم اللي فات: identify electronic configuration of الالكالي metal has a 6 sub level or، وسؤال تاني has a 2 sub level. بيقول لك انا عندي element من الالكالي metal عنده 6 sub level، توزيعه عامل ازاي ومين ده؟ طب element تاني عنده 2 sub level، توزيعه عامل ازاي ومين ده؟ واحده واحده. يا دكتور محمود انت قلت ان كل الالكالي ميتال ينتهوا باس 1، كلهم بينتهوا باس 1، كلام محترم. طب طالما كلهم بينتهوا باس 1، انا عندي 6 سب ليفل، الاليمنت الاول. طيب اول 6 سب ليفل هم ال1 اس، 2 اس، 2 بي، ثم 3 اس، 3 بي، ثم ال4 اس. كده 6، 1 2 3 4 5 6. حلو. احنا قلنا ان ده الكالي ميتال، يبقى اكيد بينتهي 4 اس 2 ولا 4 اس 1؟ 4 اس 1. حلو. واوف باو بيقول طالما ان انت عندك اخر ليفل في الكترونز، يبقى اكيد كل اللي قبله مليانين على الاخر اهو، ده مليان على الاخر، مليان على الاخر، شبعان لحد الاخر، شبعان شبعان. مين الاليمنت بقى اللي توزيعه عامل كده، اللي بينتهي ب 4 اس 1؟ لو جمعته هتلاقي عنده اتوميك نمبر 19، يجمع كل الالكترون. ده البوتاسيوم يا باشا، يبقى انت كده عرفته على طول. طب يلا، مين اللي عنده 2 سب ليفل؟ بص، اول 2 سب ليفل 1 اس و2 اس. مش ده ابن اللذينه ده من الالكالي ميتال هو قال، يبقى اكيد بينتهي باس 1. والاوف بقى بيقول اكيد اللي قبله مليان، يبقى ده يا باشا الليثيوم. ثانك يو. بيقول لك هنا identify the redox process. من هنا، ايوه فين الريدوكس هنا؟ يعني يا دكتور محمود ريدوكس، ريدوكس يعني اوكسيديشن اند ريدكشن. مين هنا اللي حصل له اوكسيديشن ومين هنا اللي حصل له ريدكشن؟ طب اعرفها ازاي مين اللي حصل له اوكسيديشن ومين اللي حصل له ريدكشن؟ بص، الطريقه السهله اللي انا قلت لك الترم اللي فات. شوف يا معلم، لو في اليمنت اوكي كان داخل في كومباوند وخرج لوحده، اعرف ان هو اكيد اتغير، اكيد اتغير. تمام. يعني الهيدروجين مثلا اهو كان داخل هنا في ايه؟ في كومباوند، وخارج هنا فين اهو؟ لوحده، اكيد اتغير وش. خلاص. طب اتغير ازاي؟ يعني حصل له اوكسيديشن ولا ريدكشن؟ هنا بقى محتاج تحسبها. طب احسبها ازاي؟ تعال نشوف. احنا عارفين في الهيدرايد الهيدروجين بيبقى بنيجاتيف 1 اه. طب في غير الهيدرايد بقى، يعني هيدروجين بس مش ماسك مع اكتيف ميتال، يبقى طول عمره بوزيتيف 1. الكلام ده من الترم اللي فات. حلو. جينا بقى للاتش 2، اليمنت لوحده، فيبقى الاكسيديشن نمبر بتاعته بكام؟ بزيرو. حلو. انا هنا من هيدروجين نيجاتيف 1 بقت زيرو، من نيجاتيف 1 كنت قليل، بقت زيرو رقم اكبر من النيجاتيف 1. طالما الاكسيديشن نمبر بتاعي يا صديقي العزيز زاد، يبقى دي عمليه اوكسيديشن. طب تعالى هنا بقى، الهيدروجين من بوزيتيف 1 اصبح زيرو، بوزيتيف 1 كنت كبير،
بقت زيرو قليت، طالما ان هو قل يبقى ريدكشن، طالما ان هو قل يبقى ريدكشن. طيب يبقى يجي لك هنا مين اللي حصل له اوكسيديشن؟ قول له الهيدروجين اللي في الهيدرايد. مين حصل له ريدكشن؟ قول له الهيدروجين اللي في الووتر. يسالك كده، يقول لك هنا هو هنا حصل ريدوكس اصلا ولا ما حصلش؟ قول له لا ده حصل، باين هو انه حصل. تمام. تعالى هنا، يلا نعرف هنا، نعرف ازاي. والله يا دكتور محمود ده الصوديوم كان لوحده، مره واحده بقى في كومباوند، اكيد اتغير. والله يا دكتور محمود الهيدروجين كان في كومباوند ومره واحده بقى لوحده، اكيد برضو ايه اتغير. كلام محترم. الصوديوم اي اليمنت لوحده بيكون بكام؟ بزيرو. طب الصوديوم جوه كومباوند حافظينه ان هو بوزيتيف 1. الهيدروجين جوه كومباوند ببوزيتيف 1 ولوحده بيكون زيرو. الصوديوم الرقم بتاعه زاد يبقى حصل له عمليه اوكسيديشن، الهيدروجين الرقم بتاعه قل يبقى حصل له عمليه ايه يا صديقي العزيز؟ ريدكشن. تعالى في اللي بعده اللي بتقول لك رياكشنز اوف اكسبلوجن. ايه هم؟ احنا طول الحصه خدنا رياكشنات بيحصل فيها اكسبلوجن كتيره، بوم بوم بوم، كل شويه اقول لك حاجه فرقعت. ايه اللي بقى اللي بيفرقع؟ لما تحط ميتال مع نون ميتال زي ال Na مع السي ال 2، كان من كتر ما هم بيحبوا بعض بوم بيعملوا انفجار. ميتال مع الووتر Na مع ال H2O، كان من كتر الريبليسمنت اللي بيحصل للهيدروجين بيحصل انفجار. اكتيف ميتال زي ال Na مثلا مع ال HCl، الريبليسمنت هنا اقوى على فكره من الميه، انفجار اقوى. دي كومبوزيشن اوف السولت بيتر. سولت بيتر ده اللي هو الجان باودر، اللي هو البارود، زي ال Na. لا بس قلنا الصوديوم ما ينفعش، زي ال KNO3 ده السولت بيتر، ده البارود. البارود ده لما بتسخنه صباح الفل، مش محتاج اقول لك ان البارود هيفرقع. في كلمه اسمها ثيرمال ستيبل، كومباوند مستقر حراريا. ايه مستقر حراريا دي؟ يعني الحراره ما تجيبش معاه سكه، يعني مهما تسخن فيه مش هيتكسر، مهما تسخن فيه مش هيحصل له دي كومبوزيشن. ايه الكومباوند اللي مهما تسخن فيه ما يحصلوش دي كومبوزيشن؟ تعال. فمثلا تفتكر الليثيوم كربونات هو السيرمال ستيبل ولا الصوديوم كربونات يا دكتور محمود؟ ده الليثيوم كربونات الوحيد في الاكتيف ميتال كلهم اللي كان بيحصل له دي كومبوزيشن، يبقى ده مش سيرمال ستيبل. الصوديوم كربونات ده ما بيتكسرش، ده يحصل له ميلتنج ولو انه يحصل له دي كومبوزيشن، ده سيرمال ستيبل جدا يا دكتور. رياكشن اوف الميتال كربونات، اوكي، اوف اني ميتال كربونات ويز الاسيد بيكون عامل ازاي؟ ايه ده؟ احنا ما خدناش الرياكشن ده يا دكتور محمود عندنا في المنهج، صح؟ ما خدناهوش، واسف لو انا زودته عليك، ولكن يهمني انت تبقى عارفه. لسببين. اولا ده رياكشن مهم جدا جدا في ثالثه ثانوي، فانت كده كده مستفيد بيه. ثانيا عليه اسئله. ثالثا ما تضمنش ان ما يجيش عليه اسئله بصراحه، وهتستفيد ان انت تفهمه. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الليثيوم كربونات او الصوديوم كربونات او اي ميتال كربونات تقدر انها تعمل رياكشن مع الاسيد. بجد؟ وبتطلع في هذا الرياكشن كربون دايوكسيد ووتر. تمام. هنفهم الموضوع ده دلوقتي. المهم ان انت تبقى عارف، والقاعده الاساسيه والمهمه ان اي ميتال كربونات يقدر انه يعمل رياكشن مع الاسيد. يا دكتور هو بس الصوديوم كربونات ما كانتش بتتكسر بالحراره؟ يا ابني انا جبت سيره حراره. انا عارف ان الاثنين مختلفين في حته الايه، الثيرمال ديكومبوزيشن، مختلفين في الحته دي، بس مع الاتش سي ال الاثنين بيقلبوا خرفان وبيتذبحوا ومحدش بيسمع عليهم. تعال نشوف هنعمل ايه. والله اتعلم الحاجه. بص والله الكلام ده يعني الرياكشن ده بصراحه للامانه هو بتاع السنه الثانيه ثانوي. تمام. يلا هجوز اللي ايه اللي بره مع اللي بره اهو، يطلع لي ايه؟ ان اي سي ال، واجوز اللي جوه مع اللي جوه، السي او 3 مع الاتش. اوكي، السي او 3 مع الاتش، وطبعا هبدل الايه الفالنسي، فتتكتب كده H2CO3. مش حاسس ان انا اتقل عليك، بس معلش ال H2CO3 دي بتبقى انستيبل. الاسيد ده اسيد انستيبل، فيتكسر لميه والسي او 2. انا بس يهمني تبقى عارف ان في سي او 2 بيطلع عندك هنا. طب نفس الكلام لو انت مش عارف تعمله فوق، ال اي تتجوز السي ال، واللي جوه مع اللي جوه بقى HCO3 وبدل الفالنس. وكفايه اللون اللي هيعملنا ده يا دكتور محمود. ال H2CO3 unstable فتتكسر لميه والسي او 2. ثانك يو يا دكتوره. نمبر اوف مولكيول اتوم اوف ال Na2CO3 وال Li2CO3 عامه لاي حاجه بقى. انا عايز عدد المولكيول اتوم لاي حاجه. يعني ايه عدد المولكيول اتوم؟ يعني يا حبيب قلبي بيقول لك عدد الاتوم المكونه المولكيول الواحد. عدد المولكيول اتوم يعني عدد الاتوم المكونه المولكيول الواحد. يعني انا لو عندي مولكيول واحد من ال Na2CO3 في كام اتوم؟ لو عندي مولكيول واحد من ال Li2CO3 في كام اتوم؟ تعال نشوف الاولاني. ده فيه 2 اتوم صوديوم، وواحده اتوم كربون، وثلاثه اتوم اكسجين، هيبقى التوتال بتاعهم 6. طب هنا انا عندي 2 اتوم ليثيوم، وواحده اتوم كربون، وثلاثه اتوم اكسجين،
يبقى 6 اتوم. يبقى انا بعد عدد الاتوم في المول الواحد او في المولكيول الواحد. بيقول لك هو السبب وراء اللون ايه؟ يعني انا لما برمي الصوديوم في النار مش بيطلع لون؟ مش لما برمي البوتاسيوم في النار مش بيطلع لون؟ ايه السبب؟ يا دكتور محمود ده مش عشان انت حضرتك قلت ان انا مثلا الالكترون بيطلع بعد كده بينزل؟ او ايه الجزء بقى في العمليه دي اللي بيطلع اللون؟ ريتيرن اوف الالكترون. ادي الالكترون كان لما بديله انرجي او برميه في النار بيطلع لفوق، بعد شويه بيقوم نازل لتحت. اهي النازله دي هي دي اللي بتطلع اللايت. مش الطلعه عشان يجي لخبطك في الاسئله. هل الاكسايتيشن اوف الكترون لهاير ليفل؟ الريتيرنينج هو اللي بيكون اللون. البيوريفيكيشن اوف الاير ان سب مارين. سب مارين اللي هي الغواصه. تنقيه الهواء في الغواصه بيتم بكومباوند اسمه سوبر اوكسايد، صح؟ طيب الاوكسايد هو كان رياكت وذ الكربون دايوكسيد. خلي بالك انا ما قلتلكش حته ان في مليون اوكسايد بيرياكت مع الكربون دايوكسيد، لا لا، في نوع واحد بس من الاوكسايد هو اللي يرياكت مع الكربون دايوكسيد. اللي هو لما يقول لك ايه، انا عندي اوكسايد عمل رياكشن مع الكربون دايوكسيد، على طول تعرف مين هو الاوكسايد ده، لان هو مميز، ماركه وماركه مسجله. ها، هل تذكرته؟ برافو عليك، السوبر اوكسايد هو اللي يعمل رياكشن يا صديقي العزيز مع الكربون دايوكسيد. طيب المعلومات الاخيره دي اخر سلايد، ومهم لانه مجمع الاكسبشنات والفروقات ما بينهم. هم كلهم الاكتيف ميتال متشابهين مع بعض، بس في اختلافات بسيطه. بص اللي جايه دي، البوتاسيوم والسيزيوم دول كانوا مميزين بحاجه مع بعض هما الاثنين، ايه؟ الفوتو الكتريك فينومينا، ونعمل بيهم الايه؟ الخلايا الشمسيه، الفوتو الكتريك فينومينا. خلاص، البوتاسيوم والسيزيوم عشان كان ليهم ريديوس كبير يا صديقي العزيز. طب السؤال اللي بعده، الروبيديوم والسيزيوم الاثنين كانوا مميزين في حاجه، ان هم difficult to be obtained. difficult to be obtained. قلنا ان صعب ان انا اجدهم في الطبيعه. لما بلاقيهم في روك او في صخر بيبقى تركيزهم جوه قليل، وبستهلك فلوس كتير قوي عشان استخلصهم. فهمت حاجه؟ فعشان كده الاثنين دول كانوا مميزين ومشتركين في الحته دي. طيب الليثيوم كان ليه شويه مواصفات مميزه. الكلام ده يا جماعه مهم قوي صدقوني. كان ليه شويه مواصفات مميزه ليه الليثيوم ده. ايه اول حاجه يا دكتور محمود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ان الليثيوم كان بيعمل نورمال اوكسايد، مختلف عنهم في الحته دي، صح؟ هل في اي ميزه تانية مميزه للليثيوم؟ ان السولت بتاعه هو السولت الوحيد، الكربونات الوحيد اللي كان بيحصل له ديكومبوزيشن، صح؟ الليثيوم هو الوحيد اللي كان بيرياكت مع النيتروجين، صح؟ الليثيوم هو الكربونات سولت الوحيد اللي بيديكومبوز، الباقي كله ما يحصلوش ديكومبوزيشن. الليثيوم هو الوحيد اللي بيرياكت مع النيتروجين. الليثيوم هو الوحيد اللي بيعمل نورمال اوكسايد. الليثيوم نيتريت هو السولت الوحيد في النيتريس كلهم اللي الديكومبوزيشن بتاعه شاذ شويه ومختلف عنهم. فالليثيوم كان مميز بصراحه 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 عنهم. اي ام سوري في هذه الجزئيه. طيب الصوديوم والبوتاسيوم والروبيديوم والسيزيوم بيجمعهم كلهم حاجه واحده، وهي ان كلهم بيدوني بيروكسايد. طيب البوتاسيوم والروبيديوم والسيزيوم الثلاثه دول بالذات في حاجه بتميزهم، ان هم بيدونا سوبر اوكسايد. كده انا جمعت لك تجميعه بجد، مفروض ان انت تخليك معلومات كلها في دماغك. اخش احل اسد بيحل باذن الله تعالى. يلا بينا على كتاب المعاصر وعلى تقييم ويك 6 باذن الله تعالى.